الو ولدي، اسمعني يا ولدي، اسمعني، انا مدوز الكورة ولدي، اسمعني. خاصك ولدي تعتذر. دابا انا دوزت الكورة ولعبت في فرنسا ولعبت هنا وهنا. دابا ملي مشيتي من المنتخب في 2019 ما كانش خاصك تمشي. دابا خاصك تعتذر، خاصك تعاوني يا ولدي. انا مقاتل من اجلك في المغرب، انت خاصك تقاتل من اجلي من تما. ياك شفتي كيعيط لك بن محمود، كنعيط لك انا، ديما واقفين معاك، وخاصك تعاوني يا ولدي. اسمعني يا ولدي، اسمعني، اسمعني، اسمعني. انا راه كنبغي لك الخير وباغي نديك معايا. ودويت مع رئيس الجامعة وقال لي صافي غير خاصو يعتذر وهادي. صافي يا ولدي، يا يا صافي. صافي دوز مع اكشن، مع والد، دوز مع اللي دزتي معاه، دوز معاه. المهم هو ان الاعتذار ديالك خاصو يوصل لرئيس الجامعة، خاصو يوصل للجمهور المغربي، باش انني ان شاء الله الرحمن الرحيم في هاد السيمانة اللي بقات نديك معايا ولدي. يلا، الله يعاونك يا سيدي، يلا صافي سير. هذا كان هو الرسالة اللي وصلها وليد الركراكي بطريقة غير مباشرة. الحمد لله. هذا الاعتذار غادي نهضروا عليه في هذا الفيديو هذا. ما تنساوش ديروا جيم وسبسكرايب، دعموا القناة باش نعرفوا شنو هي الشروط الأخرى اللي غادي يدوي عليها وليد مع حمد الله. انترو. السلام عليكم. من 2019 والمغاربه ولا رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم كيتسنى في الاعتذار ديال واحد من احسن المهاجمين في تاريخ المغرب. السيد ما لعبش بزاف مع المنتخب الوطني المغربي وماركي 11 بيت. هاد اللعابه هذا كانت خاصه الفرصه ديالو في 2020 و2021 وجا الدور على 2022. نقطة سوداء في المسيرة ديالي كانت هذه هي البداية ديال عبد الرزاق حمد الله في الحديث ديالو على واقعة ديال المنتخب الوطني المغربي. هذه الواقعة هذه اللي كانت شافتنا وشفنا على أنها خرجت عبد الرزاق حمد الله من المعسكر ديال المنتخب في 2019 وكان ديك الساعة كيستعدوا لكأس إفريقيا. الاعتذار جا البارح في واحد البرنامج سميتو اكشن مع وليد اللي كيتقدم وكيذاع في قناه ديال ام بي سي اكشن. هذا الحوار هذا كان القصد منه هو الاعتذار ديال عبد الرزاق حمد الله للمنتخب الوطني المغربي، للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، والهدف الاول الجمهور المغربي. الجمهور اللي فئه كبيره منه تقلقات على عبد الرزاق حمد الله من بعد اعلان ديال الخروج ديالو من المعسكر ديال المنتخب الوطني المغربي بديك الشاكله اللي كانت بحال عسكري وحط سلاح وهرب ومشى. هادشي ماشي حيت المغاربه ما عندهمش لاعبين، ولكن حيت درابو البلاد ماشي كتلعب الهيرفي رونار او لا مدرب ديال اي منتخب سيرتي مع صداع، ولكن راك كتلعب على درابو البلاد. وداك الشيء اللي كان باغي يوصل ليه هيرفي رونار او لا غير هيرفي رونار فراه وصلوا ليه ملي حطيتي كواريك السي عبد الرزاق حمد الله وهربتي. كان خاصك تبقى في البونتوش، كان خاصك تقول انا ملي تحتاجوني انا موجود، وديك الساعه غادي يوقفوا عليك وغادي يحتاجوك وغتكون انت هو اللاعب رقم واحد. ولكن فضل الهرب. كيعتذر من بعد ما يزيد على 2 ونصف. هذا الاعتذار جا كيفاش غادي نقولوا، انا نقدر نقول على انه جا طلب من وليد الركراكي. فمن بعد ما خرج عبد الرزاق حمد الله وقال على ان الخروج ديالو من المعسكر ديال المنتخب الوطني المغربي نقطه سوداء، نقطه لا تحتسب له، النقطه اللي خلات العار عليه وعار على انه لاعب بمؤهلات كبيره يغادر معسكر ديال المنتخب الوطني المغربي. الان عبد الرزاق حمد الله بهذا الاعتذار ديالو هذا لاح الكره لوليد الركراكي، لاح الكره للجامعه. انا داكشي اللي كان خاصو يدار درتو. اعتذرت للمغاربه، اعتذرت فاش قال انه اعتذر لاي مسؤول، وذاك المسؤول راه باين وواضح شكون هو رئيس الجامعه. وليد وعبد الرزاق حمد الله قالوا على انه ابسط طريقه اللي يقدر يوصل بها عبد الرزاق حمد الله للمنتخب الوطني المغربي حاليا هي الاعتذار، هي انه يعتذر رسميا. والاعتذار ماشي غادي يعتذر لاي واحد، فراه غيعتذر ولا غيعتذر الكيانات، الكيان ديال الشعب والكيان ديال المؤسسه سميتها الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم.
هذا الاعتذار هذا غادي يخلي كما نقولوا القلوب تصافى، وغادي يخلي ان يقدر فوزي القجع يطلب من عبد الرزاق حمد الله انه يجي للمعسكر. طلب من وليد الركراكي لانه هو الاول والاخير اللي كيعيط على اللعابه. باش نكونوا واضح، وليد الركراكي عنده كل الصلاحيات في انه يعيط على اللاعبين، خصوصا ان المشكل الوحيد تحل اللي هو ديال عبد الرزاق حمد الله من بعد الاعتذار ديالو. ولكن واش هذا الاعتذار هذا الوحيد اللي غادي يقدر يكون ما بين الشروط ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وعبد الرزاق حمد الله؟ ما كنظنش، لان عبد الرزاق حمد الله في 3 سنين الاخرى ما مثلش المنتخب الوطني المغربي، وماشي غادي يجي غادي ياخذ الشرويطه والتسعود. ضروري غادي تكون الجامعه بقياده وليد الركراكي كنقول انهم غادي يوضعوا واحد الشروط اللي غادي تقدر تخلي ان المنتخب الوطني المغربي يمشي للمونديال مرتاح، عارف انه ما غينوض تصداع، عارف انه غادي يمشي بواحد حوايج اللي ايجابيه ان شاء الله. الشرط الاول هو الاعتذار الرسمي كما شفنا، والشرط الثاني غادي يكون كما شرط وليد الركراكي على حكيم زياش، قال لي انت من اللاعبين اللي غادي يمشيو للمونديال، انت من اللاعبين اللي غادي يقدروا يعطوا الاضافه في المنتخب الوطني المغربي في المونديال، ولكن راك ما غتكونش من القطاع الاساسيه لانك ما واخدش ماتشات بزاف. مثلا تقدر تلعب من الاول ولكن تخرج، ولا انك تقدر ما تلعبش وتدخل في الدوزيام ميطا وتقضي معنا الغرض، لان حنا غادي نقضيو الغرض ان شاء الله واللي هو المرور الى الدور الثاني. هذا الديسكور هذا هو غيدير ليه وليد الركراكي فوتوكوبي وغادي يحولوه جيت عبد الرزاق حمد الله. انت 3 سنوات ما لعبتي معنا، انت شحال هادي ما لعبتي، خاصك تجي بعدا المنتخب، تأقلم مع الاجواء ديال المنتخب الوطني المغربي، تشوف الدعوه كي دايره وتبقى تدخل بشويه بشويه. الماتش الاول 10 دقائق، الماتش الثاني نص ساعه، الماتش الثالث تقدر تلعب اساسي، ولكن كنتي في البونتوش تكالما، كنتي الفوق تكالما وما تغياكتيش للشعب المغربي. اي غياكسيون ديالك دابا السي حمد الله محظيه، راك مقري، اذا ما خاصكش تغياكتي بشي حاجه اللي مثلا تعفار، ولا انك دير شي رياكسيون، ولا انك تعاير شي لعاب، ولا انك تضحك مع شي لاعب شي ضحك ماشي هو هذا، كلشي محظي. هذه 3 الشروط اللي تكون في معسكر المنتخب الوطني المغربي لهذا اللاعب هذا، باش انه كما قلت يمثل المنتخب الوطني المغربي احسن تمثيل. هاد 3 الشروط اللي طبقها وليد الركراكي مع عبد الرزاق حمد الله كتعني انه لاح الكره ليه، درت داكشي اللي طلبتيه مني درت داكشي اللي قلتي ليا، عيط عليا. هادشي كامل فرحنا ليه ونشطنا ليه وارتاحنا ليه، انه خاصنا تسعود اللي يغيز الشغل. كما قلت في واحد الفيديو سابق، راه احسن لاعب عندك يشد الكره تحت الضغط كمهاجم راه هو عبد الرزاق حمد الله، من غير الاجنحه. كنهضر على مهاجم اون بوينت، كنهضر على واحد اللي كيلعب تسعود، هو عبد الرزاق حمد الله. الستيل ديالو مع كامل احتراماتي ليه، ولا كامل احترام الستيل ديالو ديال اللعاب ديال المنتخب، غير خاصه الفرصه، وخاصو انه ينسجم مع اللاعبين، وخاصو باش يمشي للمونديال ان شاء الله الرحمن الرحيم به وباسم اللاعبين. نقدموا شي حاجه كبيره لهاد البلاد هذه، نقدموا شي حاجه كبيره لهاد الدوله هذه، نقدموا شي حاجه كبيره لهاد الرياضه هذه. فالله يجازيكم بالخير، توكدوا معنا ما بقى والو، وان شاء الله الرحمن الرحيم الاسبوع المقبل غادي نشوفوا ان شاء الله عبد الرزاق حمد الله في اللائحه ديال المنتخب الوطني المغربي، غادي نشوفوا احسن مهاجم في هاد 20 عام الاخرى مع المنتخب الوطني المغربي. هذا ما كان، ديروا جيم وسبسكرايب ودعموا القناه، جزاكم الله خير. سبحان الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.